سيداتي سادتي، مرحبا بكم والف مرحبا بكم من جديد مع طريق في قناتكم افائل. قناه اللي كتبت لكم العروض العقاريه المختلفه وكتجيب لكم اجود ما كاين في العقارات. اليوم كنعرض عليكم باش تشاهدوا معايا فيديو اللي غادي نقوم بالوصف فيه بكل دقه احدى الفيلات المعروضه للبيع. فيلا اللي كبيره، فيلا اللي مشمشه، وفي موقع اللي هو هذا موقع خاص بالفيلات. حتى نتوما اعزائي المشاهدين اللي كتشوفوا هذا الفيديو كنبغي نقول لكم الا كان عندكم شي عقار بغيتو تحطوه في البيع فانا راهن الخدمه ورهن اشاره ديالكم. كيفما كان مثلا كانت فيلا، كان عقار ديال الارض او شقه او كذلك فيرما، فنحن رهن الخدمه وراه الاشاره معكم طريق الرقم ديال الهاتف ديالي كيبان لكم اسفل الفيديو. ما تنساونيش بالدعم بالضغط على زر ديال الاشتراك والاعجاب. اليوم كنتواجد بكم بمدينه مكناس، ومن مدينه مكناس اقدم لكم التحيه والسلام. الحي اللي كنتواجد به هو على مقربه من الحي ديال لاسياندا مدينه مكناس. هذا الحي هذا معروف بالفيلات ديالو، الفيلات اللي هما مختلفين الاحجام، كاين الكبار كاين الصغار. الفيلا اليوم اللي كنتواجد فيها في الحجم ديالها ولا المساحه ديالها من الحجم المتوسط اللي فيها 208 ديال المتر مربع في الارض، مبنيه تقريبا على 330 متر. كيفاش مبنيه على 330؟ كل طابق واخد تقريبا 120 110، مقسمين على ثلاثه ديال الطوابق. عندنا الطابق الارضي والطابق الاول والطابق تحت ارضي والطابق الارضي والطابق الاول. بالنسبه للطابق الارضي هو اللي كنتواجد فيه دابا، اللي كنلقاو فيه صالات ديال الاستقبال ولا كما كنقولوا صالونات اللي هما مفتوحين. عندنا الباب ديال الدخله ديال العقار هو هذا، حنا نشوفوا من الدخله ديالنا شنو كاين. المدخل ديال العقار فيه شنو كنلقاو في الداخل ديال العقار؟ كما كتشوفوا معايا الشميشه، كاينه جريده صغيره هي هذه. حنا داخلين الباب الرئيسي ديال العقار هو هذا، كاينه واحد الجريده صغيره هنا، كاينين دروج كبار ديال المدخل، وعندنا كذلك باب ديال الكراج دايرينو من هاد الجهه. هنا عند هاد العقار هذا عنده مدخل اخر الا بغيتي تدخل من الباب ديال الكراج من هنايا، وغادي نشوفوا كل حاجه بالضبط كيفاش تقسمات وكيفاش جات. ما قلت المساحه اللي كاينه في الارض فين تبنى هاد العقار فيها 208 ديال المتر مربع. الواجهه ديال العقار كلها اللي نكملوا الزياره ديالنا. وكنبغي ناكد حتى نتوما اعزائي المشاهدين اللي كتشاهدوني، عندك عقار بغيتي تبيعو فممكن الاتصال والتواصل معي وانا راه الخدمه. فاش كندخلوا كما كنقولوا لقاعات الاستقبال ولا قاعات الضيوف، كتلقى عندنا كاين عندنا واحد الشوميني، كاين هنا صالون مغربي اللي هو كبير. ولتذكير هذا العقار راه كيتباع فارغ، ما عدا اذا كان هناك اعجاب بهذا الاثاث فممكن يكون تفاهم ونقاش مع اصحاب هذا العقار. شفتوا معايا كاين عندنا تقريبا 3 ديال الصالونات. اما بالنسبه لهاد الدروج فكيطلعونا الغرف. اذا غادي نطلعوا نشوفوا الغرف الفوق وعاد غادي نهبطوا باش نشوفوا المطبخ. دابا غادي نشوفوا الطابق الاول في هذا العقار اللي كما قلت لكم كنلقاو فيه فقط الغرف اللي كيتكون من غرف اللي هي مختلفه، غرف الوليدات والغرفه ديال الوالدين. اذا غادي نتوكلوا على الله. عندنا الغرفه الاولى هي هذه، غرفه ديال الوليدات، غرفه بالاطلاله لان عندها جوج ديال الاطلالات. هذا العقار عنده واجهتين متقابلتين. هنا الغرفه رقم 1 فيها البلاكارات ديالها كما كتشوفوا معايا، البلاكارات اللي هما كبار. الراس ديال الناموسيه واخد بلاصتو مع لي شوفي ديالو، وما هي الا الغرفه ديال الوليدات رقم 1. غادي ندوزو دابا نشوفوا الغرفه ديال الوالدين. هنا فيها بلاكارات دريسينغ اللي هو كبير في المدخل، فيها حمام بالدوش ديالو والطواليت ديالو لافابو. وبالنسبه للغرفه فيها البالكون ديالها،
غرفه اللي هي كبيره، هذا مريو كبير بالكون، وهذا وعندنا نوسيه اللي هي كبيره. غرفه من الحجم الكبير، ماشي غرفه اللي هي صغيره، لان كما كتشاهدوا راه فيها هذا الدريسينغ وفيها الحمام، وكذلك هزه لنا نوسيه كبيره، وكما قلت البالكون ديالها. شوفوا عندنا عدد ديال الغرف، دابا شفنا جوج وباقي لنا جوج، اذا عندنا 4 ديال الغرف. هنا عندنا الحمام اللي كومونيكون، ولا الحمام ديال المتصل ديال الغرف 3. بقات لنا غرفه اخرى كذلك على الجهه المقابله، مساحه اللي هي مساحه كبيره، ومازال غادي نهبطوا للطابق تحت ارضي باش غادي نشوفوا المطبخ، ومازالنا واحد السيجور. غرفه رقم 3. بقاتنا الغرفه اللي ولات الغرفه الاخيره. إذن سيداتي سادتي، شيء اللي هو مهم اللي كينتظروا الناس يسمعوه، الا وهو شحال داير هاد العقار. حنا غادي نهضروا على الثمن ديال هاد العقار. كما اكدوا لي اصحاب هاد العقار، الثمن ديالو هو 190 مليون. كنهضروا على 190 مليون، ولربما يكون هناك شيئا ما من النقاش ومن التفاوض. مثلا بغيتي تجي شوف هاد العقار، هذه اول زعما نصيحه اللي تنقول هي ان الانسان بحال دابا هاد العقارات ما يمكنلوش غادي يحكم عليها من فيديو، ولا غادي يحكم عليها من تصاور ولا من تعليق. كنفضل ان الانسان يجي يشوف العقار عن كتاب، يشوف الحي، يشوف المرافق، يشوف بزاف ديال الامور، وعاد ممكن يكون هناك نقاش وسؤال من اجل التفاوض في الثمن، ومن اجل تحديد الثمن المناسب لهذا العقار. اذا غادي نستمر معكم في هذه الجوله. انا هضرت على الثمن، نعاود ناكدوا، نعاود نقولوا هو 190 مليون. دابا بقات لي اخر شيء، هي اننا غادي نهبطوا للطابق تحت ارضي، وهو الطابق الاخير. اعزائي المشاهدين، اذا اعزائي المشاهدين، بقات لي اخر فقره في هذا الفيديو باش نوريكم هو الطابق تحت ارضي. ماشي تحت ارضي كما كنعرفوا، كما كنقولوا راه مخشي تحت الارض، لا بالعكس، تحت ارضي يلاه جاي مع النيفو ديال الارض ديال هاد البلاصه. هذه فيها كراج كما كتشاهدوا معايا. الكراج المدخل ديالو هو هذا هو الداخل ديال هاد الكراج. هذا راه ممكن يستوعب جوج سيارات، سياره تكون عندنا هنا، وسياره ممكن توقف هنايا تقريبا. وكاين هنا ما تبقى من العقار اللي غادي تشوفوا معايا. كاين واحد السجوغ هنا، هذه هي الدخله. كاين هنا دوش وطواليت هنا في المدخل. كاين هنا بلاكارات، هنا واحد لافابو. وهذا هو المدخل الا بغيتي تهبط من لا ريسبسيون، ولا تهبط من الصاله المخصصه للضيوف ولا الاستقبال. بلاكارات حدث ولا حرج، كاين عدد كثير من البلاكارات كما شاهدنا في هذه الفيلا هذه. للاعاده وللتذكير، هنا راه كنتواجد بكم بمدينه مكناس، وبالضبط البلاصه فين كنتواجد على مقربه من واحد من الاحياء العريقه والمعروفه في مدينه مكناس، هو لاسيندا. معروف بالفيلات ديالو المختلفه، كاين فيلات كبار، كاين فيلات صغار، ما الى ذلك. الفيلا اللي كنقترح لكم اليوم راه هذه متوسطه الحجم، المساحه ديال الارض ديال 208 ديال المتر. اما المساحه المبنيه، شنو كنعني المساحه المبنيه؟ هي اللي تبنى فيها كل طابق، فهي كتفوق على ما كنظن كتفوق 110 ديال المتر مربع بتحديد. هذا الشيء بالقدره العينيه ديالي. غادي نكملوا الزياره، غادي تشوفوا معايا دابا اخر شيء بقى لينا هو نشوفوا المطبخ ديالنا كي داير. عندنا على يدينا ديال اليسار ساجور، كما شفتوا راه مساحه اللي بصح كبيره، وكتحدث على نفسها انك فين ما كدور كتلقى فضاء اللي هو كبير. فضاء سواء مخصص للاستقبال، فضاء مخصص للناس القاطنين بالمنزل، فضاء ديال الاطفال، ما الى ذلك. حنا شفنا ساجور واحد اخر، وهنا عندنا مطبخ اللي هو مطبخ رائع سيداتي. مطبخ اللي عندك فيه بلاصه
ديال سالا مونجي، فيه كذلك كونطوار اللي كله ولا بلان دو ترافاي اللي كله مصاوب من الرخام وكله من الخشب، فيه نيفويات كاملين، مطبخ اللي هو عامر او مطبخ اللي هو كبير، فيه البلاصات فين دير لي فريغو، فين دير الثلاجات، نيفويات كاملين عامرين بلي بلاكار. وماشي غير هادشي، قالنا نشوفوا كاين واحد لاكور للتذكير بالنسبه للثمن ديال العقار كما حدوه معايا اصحابه هو 190 مليون، ولا ربما كنقول يكون هناك شيئا ما من النقاش ومن الحوار من اجل الثمن. يكفي ان الانسان يجي ويشوف العقار عن كتب، وعاد ممكن داك الساعه ندخلوا في نقاشات اللي تكون جديه من بعد ما انه يكون عنده اقتناء بهذا العقار. كما شفتوا معايا بالنسبه لاكور راها دايرينها من الفوق، دايرين فيها مسدوده كلها بالحديد بالكرياج ديالها كلها، زايد دايرين فيها هاد الكوان هذا بحال باربيكيو، زايدين كويزين وحده اخرى اللي هي اكسترن برانيه، وعندنا هنايا دايرين واحد السقايه، واحد الديكور ديال واحد السقايه هو هذا. اذا مع هذا الديكور هذا كنقول لكم اعزائي المشاهدين دمتم في رعايه الله، والى عقار مقبل ان شاء الله مع طريق عما قريب.